اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. وحشتوني كتير من اخر فيديو. بقالي يومين ما بصورش معاكم، انا كنت تعبانه جدا، بس الحمد لله يعني أنا النهارده احسن. ما صدقت لقيت فيا نفس شويه، قمت بقى قلت اما ادخل المطبخ عشان اعمل اكل ليهم وكده. وبقالي يومين بصراحه كنا بنقضيها اي حاجه عشان كنت تعبانه، فطبعا يعني الناس الكبيره ما لهمش ذنب معايا. قلت بقى يا بنت امي ما بدهاش، خدت علاجي ولقيت نفسي فايقه شويه، دخلت على المطبخ. مسكت بقى البوتاجاز كده، قلت اغسله، بقى يومين ايدي مش فيه. هغسل بوتاجازنا الاول ونروق مطبخنا كده ونشطب الحوض. وهنعمل النهارده طواجن مكرونه باللحمه، مكرونه بالفراخ في الفرن. خلاص طواجن فخار كده مكرونه، هنعملها بطريقه حلوه جدا وبطريقه سهله يعني. يلا بقى حطي لي لايك للفيديو، اللي لسه ما حطش لايك حط لايك، واللي لسه مشتركش في قناتنا تحت الفيديو كلمه اشتراك بالاحمر يضغط عليها. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا كلها، مش هقول متابعين، انتوا اخواتنا وحبايبنا. خلاص بقى كده مسكت البوتاجاز غسلته ونضفته، وبقيت بقى بالحته المبلوله كده وبلم الايه مكان غسيل السلكه والرغوه والحاجات دي كلها. مسكت بقى وش البوتاجاز برده كده خليته زي الفل ونضفته. ومعانا النهارده بقى ايه، معانا ليمون كده هنخلله مع بعض، ومعانا برده زبده هنسيحها. يعني الفيديو بتاعنا النهارده ما شاء الله فيه شغل كتير. دعوه حلوه من قلبكم بقى كده، ربنا يعيننا ويعين كل واحد على الشيله اللي هو شايلها. يلا بقى حبايب قلبي شجعوني بقى باللايك كده عشان المشاهدات بتاعتنا ترتفع شويه. يعني بجد يعني الواحد محبط خالص خالص. شجعوني بقى بالله عليكم، شجعوني باللايك، اللايك بتاعكم اللي بيرفع الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين، اللايك بتاعكم اللي بيدعمني. زي ما انتم شايفين خلاص غسلت البوتاجاز وغسلت بقى ايه. قلت اما امسك بقى الاطباق الاول اللي في الحوض يغسلها، وبعد كده نغسل عيون البوتاجاز. هنغسل عيون البوتاجاز ونغسل الحوامل دي ونسيبها تتصفى. وبعد ما تتصفى بقى نبدا بقى نقف على البوتاجاز نعمل الاكل ونشوف شغلنا النهارده ايه هنعمله. والله المستعان، ربنا يعيننا ويعينكم جميعا. بحبكم في الله، ربنا يسعدكم سعاده الدارين وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا، وتفضلوا سند في ظهري طول العمر يا احلى اخوات في الدنيا كلها. خلاص بقى كده غسلت بقى ايه عيون البوتاجاز ونضفتها. هغسل بقى الشبك برضو كده بالمره، بعيد عليه بالسلكه كده علشان يبقى كله نظيف. مش هحط بقى ورق على البوتاجاز، مش هحط ورق فويل ولا اي حاجه. المره دي بقى كده عشان مفيش ورق شلت الورقه وغسلت البوتاجاز، وهحط العيون والحوامل كده وابدا اشتغل على ايه على البوتاجاز. عقبال ما انزل وابقى اجيب ورقه فويل احطها على البوتاجاز. بصراحه يعني بتخلي شكل البوتاجاز عدل شويه، لان البوتاجاز يعني مش قادره اقول لكم. هو المطبخ كله عايز يتغير الحمد لله. ربنا يسهل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده مسكت الحاجه كلها هي غسلتها وحطيت الحوامل تتصفى، والعيون بتاعه البوتاجاز برضه حطيتها تتصفى، وغسلت الحوض ونضفته. تعالوا بقى معانا ليمون كده حماتي جايباه من السوق، همسكه هنديله نص سلقه كده لان انا مش بسلقه قوي. اهو كده بقول لكم البوتاجاز شطبته زي الفل، ادي الليمون اهو. بقالي يومين في الشنطه والله ما قادره حتى اعمل اي حاجه. مسكته بقى كده بقيت اقلب فيه، اللي الاقيها استوت بروح شايلاها، او اللي الاقيها باظت بروح ماسكاها شايلاها. خدته تحت الحنفيه كده شطفته شطفه حلوه، وبعد كده رحت مشغله عليه الميه السخنه. هحطه بقى كده يتسلق، هعومه كده بالميه، اخلي الميه تغطيه كله، وبعد كده هرفعه على النار يتسلق. ومعانا برده كده حوالي كيلو ونص زبده او 2 كيلو زبده هنسيحهم برده، عشان ما عندناش سمنه زي ما قلت لكم. يعني اليومين اللي بغيبهم كده او اليومين اللي مبقاش قادره اعمل حاجه بحس ان الدنيا كلها فضيت من حواليا. دي زبده جاموسي بلدي بنسيحها برده كده، هنحطها على البوتاجاز. اول ما تفك كده وبعد كده تحس ان هي خلاص هتفور، بهدي عليها النار وبسيبها تسيح على نار هادي. اهم شيء لو انت مش واقفه جنبيها وطي النار عليها خالص علشان ما تفورش منك وتبهدل الدنيا. الحاجه غاليه يا جماعه، والدنيا ربنا ايه يعديها على خير في الايام الغلا اللي احنا فيها دي. فكل اللي عنده حاجه يحافظ عليها. كده خلاص بوريكم السمنه خلاص بدات تدخل على سوا زي ما انتم شايفين معايا، ومهديه النار عليها اهو. كده خلاص بقى قربت اطفي عليها اهي، كده طفيت النار عليها ما شاء الله. بصوا السمنه ساحت وزي الفل، وادي الليمون بتاعنا اخد غلوه بالظبط، وبعد كده طفيت عليه النار. لانه ما شاء الله الليمون مش اخضر، الليمون اصفر ومش مستحمل، يعني مش هيستحمل السليق. كده خلاص بقى مسكت الميه بتاعت الليمون دلقتها وشغلت عليه ميه نضيفه ساقعه. معايا بقى ايه صينيه على النار، ومعايا حله هنعمل فيها الصلصه بتاعت المكرونه. حطيت زيت هنا وحطيت زيت هنا، التومه طبعا الزيت سخن، حطيت معلقه توم مفروم
ومعايا في الصينيه التانية كده حبه زيت سخنوا، لازم تكون سخنه جدا جدا والنار عاليه عليها. نزلت بقى دي صدور دجاج، ممكن تعمليها بلحمه، ممكن تعمليها بكبد وقوانص، الموجود عندك اشتغلي بيه. انا عملتها بصدور دجاج كده متقطع قطع صغيره. اهم شيء تكون النار عاليه علشان اول ما بتنزلي بيها على النار تاخد صدمه معاكي وما تنزلش سوائل كتير. هي كده كده بتنزل سوائل بس يعني ايه، احنا برضو بندي صدمه عاليه علشان يعني ما تنزلش السوائل بتاعتها كلها. كده خلاص نزلت بقى بالطماطم على التومه، وحطيت رشه سكر، رشه فلفل اسمر، بابريكا، كمون، 7 بهارات بس وخلاص، وحطيت ملح. كده الصلصه بتاعتنا جاهزه، اقلبها ونسيبها تتسبك. تعالوا بقى ايه، طبعا الصدور بتاعتنا هوريكم نزلت ميه قد ايه. بصوا لازم تنزل السوائل اللي فيها وبعد كده هتمتصها تاني. بس كده خلاص، بصوا بدأت تنشف معايا اهي زي ما انتوا شايفين. وادي الصلصه بتاعتنا كده جاهزه، طفينا عليها النار. وادي صدور الدجاج بتاعتنا قلبتها تقلبتين 3 كده، ومعايا بصل بقى انا مخرطاه، نزلت كده بتلات 4 بصلات حلوين. قلب بقى البصل كده بصدور الدجاج زي ما انتوا شايفين كويس. بس هحط بقى رشه فلفل اسمر، توابل فراخ، هحط بابريكا، رشه كزبره ناشفه، وهحط الملح بس وخلاص، مش هحط زياده عن كده. هقلب بقى كده صدور الفراخ دي كده بالتوابل الحلوه عشان تشرب منها كده حلو، ريحتها تطلع. هنزل عليها بقى معايا فلفل الوان، فلفل اخضر، احمر، اصفر. لو عندك اي فلفل اشتغلي بيه، مش لازم يكون الوان، ممكن تحطي قرنين فلفل اخضر وخلاص. انا بما ان عندي فلفل الوان فخرطته كده وحطيته عليه. هفضل اقلب بقى كده، اشوح الفلفل بالصدور دي كده تشويحه حلوه. بصي نشفت معايا وما شاء الله زي الفل، ريحتها وطعمها حاجه كده بجد روعه. لا عندك توم باودر ممكن تحطي، انا مش عندي فعشان كده ما حطيتش، وما حطيتش فريش كمان علشان القولون يا جماعه، فبحب الاكل يبقى خفيف. كده خلاص ما شاء الله اتشوحت حلو قوي معايا. بس كده بقى ابدا اطفي عليها النار. معايا بقى الطواجن بتاعتنا، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الطواجن. رشه زيت بسيطه كده في كل طاجن، وهدهنه كده بالفرشه، وايه هدهن القاع كده وبالجناب بتاعت الطواجن. خلاص بقول لكم السمنه سيحت وبردت اهي، هنعبيها برده مع بعض. حطيت بقى كده صدور الدجاج الاول كده في قاع الطاجن، هملى الطاجن الاول، مش هملاها يعني، هحط في كل طاجن شويه زي ما انتوا شايفين كده بس وخلاص. هفردهم بقى كده في القاع كده بتاع الطاجن، وهنزل بالمكرونه. طبعا المكرونه نيه مش هنسلقها. هحط في كل طاجن شويه مكرونه، ما تمليش الطاجن قوي، اعملي حساب ان انت لسه هتحطي الصلصه، وهتحطي شويه ميه كمان مع الصلصه. بس كده خلاص عبيت الطواجن كلها زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نحط الصلصه بتاعتنا. يعني نسيت اقول لكم الصلصه انا حاطه فيها التسبيكه، يعني حاطه فيها معلقه صلصه اللي هي معجون الطماطم، مش عارفه الكاميرا ما جابتهاش ليه. قلبت بقى الصلصه كده زي ما انتم شايفين، في كل طاجن حطيت مغرفتين بس، مشيت كده الاول مغرفه مغرفه، وبعد كده حطيت مغرفه كمان. حابه تزودي وحب تحبي الطماطم بتاعتها زايده براحتك بقى زودي. بس كده خلاص. معايا بقى ميه سخنه مغليه في الكاتل، هزود بقى ميه. واعملي حساب ان انت تظبطي الحدق بتاعك او الملح بتاعك عشان ما تبقاش معاكي دل، عشان احنا بنحط ميه، يبقى اظبطي الملح بقى بتاعك. بس كده خلاص. معايا بقى ايه، بمعلقه كده وهحركها كده بسيط، بس زي ما انتم شايفين كده. بس مفيش اسهل من كده، ولا اطعم وجمال من كده مفيش، بجد طعمها تحفه. وما تاكلوهاش من اي مطاعم تاني بجد، يعني اعملوها في البيت اوفر وانضف، وبجد النتيجه هتعجبكم جدا. كده خلاص انا بقى ايه، جبت ورق فويل وقطعت الورق على قد الطاجن، وهقفل بقى الطاجن زي ما انتم شايفين. هقفل كل الطواجن بنفس الطريقه. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه، درجه حراره 180 200. هحطهم تحت حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده ارفعهم على الشبكه يستووا على نار هاديه. خلاص بس كده خلاص، هنزل بقى ايه احطهم في الفرن. تعالوا بقى نحط السمنه بتاعتنا نفضيها بردت. ادي السمنه صفيناها، وهنحط المرته بقى في طبق برضو. المرته دي ممكن تحطيها في المش، ممكن تغمسيها كده وتاكليها جنب جبنه وبطاطس وفول وطعميه الصبح، ما شاء الله بتبقى زي العسل. ادي الطاجن بتاعتنا يا بنات بعد ما استوت. الاول كده بتسلكيها بالسكينه، وبعد كده بتروحي قلبها في الطبق، بتتقلب معاكي بكل سهوله. ايه رأيكم بقى؟ احلى طواجن بجد. حطوا لايك بقى للطواجن الحلوة دي. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم وينور رضاكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. اقول لكم السلام عليكم دلوقتي، اصبروا اوريكم الاول بالشوكة وبعد كده اقول لكم السلام عليكم. ايه رأيكم؟ يلا اقول لكم السلام عليكم بقى. حطوا لايك بقى للفيديو.